السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عايزة الرز المعمر بتاعك يكون طري وفي نفس الوقت مديك اللون اللمعة الحلوة دي، وفي نفس الوقت يكون ذهبي من تحت ومفلفل. تعالوا شوفوا عملناه ازاي. اول حاجة هنجيب الرز ونغسله غسلة نضيفة، وبعدين ننزل عليه بلبن مغلي. 3/4 الكمية هننزل عليهم باللبن المغلي. عادي عايزة تحط نص الكمية لبن ونص الكمية مية، مفيش اي مشكلة، بس لازم يكونوا الاتنين مغليين. وبعدين ننزل بالمية المغلية، ونروح جايبين حاطين الملح بتاعنا وسنة الفلفل. وبعدين نروح جاي حاطين معلقتين من وش اللبن او علبة زبادي. لو عندك ده حطي، عندك ده حطي، ده بيدي فرق جامد جدا وبيخلي الرز بتاعك طري والله العظيم وبيبقى تحفة. وننزل بكمية الزبدة او سمنة او سمنة بلدي اللي عندك اعملي بيه. وبعدين نحطه في قلب الفرن، نسيبه من نص ساعة لساعة الا ربع، وهيطلع بالحلاوة والجمال ده. انا بحطه في الفرن على الرف اللي على الشبكة، مش بحطه